السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الحبيب، جمهور قناة خط الدفاع. نبدأ بخير الكلام، الصلاة والسلام على سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. نبدأ بالدعاء إلى إخواننا في غزة. اللهم ارفع عنهم يا رب العالمين هذا الظلم، اللهم ارفع عنهم هذا الظلم يا رب. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على اليهود الملاعين. اللهم أنت عليك بهؤلاء اليهود الملاعين يا رب، ليس لهم إلا أنت يا رب، ليس لهم إلا أنت. اللهم اشف مرضاهم وارحم شهداءهم. اللهم ارحم ضعف نسائهم وشيوخهم وأطفالهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. الأهلي يفوز على سيراميكا في الدقيقة 94. الأهلي بلس 90 يعود إلى طموحاته. الأهلي هو عاداته وتقاليده بلس 90. سيراميكا اليوم يلعب مباراة للتاريخ أمام الأهلي، ومع ذلك الأهلي يفوز ويضرب موعد مع فيوتشر في النهائي يوم الخميس القادم إن شاء الله، بعدما أزاح فيوتشر بيراميدز الطموح. مباراة رائعة. الأهلي هو الأفضل، والأهلي هو الأقوى، والأهلي هو من يسعى إلى الأهداف وإحراز الأهداف والمحاولات، وهو المستحوذ. الأهلي يقدم مباراة قيمة رغم الإجهاد في مباريات كأس العالم، وفي آخر مباراة تحديدا مباراة البرونزية، إلا أن أبطالنا كانوا على الموعد وقدموا مباراة رائعة أمام فريق قوي ومدرب رائع وقوي أيضا وفاهم. أيمن مدرب سيراميكا للأمانة مدرب قوي جدا وراجل فاهم ومتمرس على أجواء الإمارات. طبعا هم سافروا بقالهم تقريبا 10 أيام هناك في الإمارات بيستعدوا لهذه المباراة، وقاعدين مرتاحين. والاهلي لسه واصل امبارح، اول امبارح بالليل، واتدرب امبارح والنهارده لعب. ده الاهلي، هو ده الاهلي. لكن المباراه كانت رائعه وادارها كولر بعد التشكيل اللي بدأ بيه بصراحه باقتدار. اوعى ترمي الفوطه وانت مع الاهلي. الاهلي دائما راهن عليه وانت مطمن. اوعى تقول خلاص المباراة خلصت لآخر ثانية. لازم تكون عندك أمل في الله أولا وأخيرا، ثم فإن الأهلي سيعود وبسرعة. الأهلي في الدقيقة 94 أحرز هدف الموت، هدف الصعود إلى النهائي، هدف إخلاء الملعب للأهلي فقط. جون مجهود فردي من إمام عاشور. الحاج مودس بس ريح حاله، عمل اللي عليه كده الراجل وشكرا، والله الحمد لله انه هو ريح حاله وبعد بعيد عنه. وإمام خد الكرة وكمل وخد، يعني الولد قاعد يبص الأول يركز، ولما دخل عليه الباك انطلق، وبعد كده دخل عليه الباك ضربه بكتفه كده أو سند كتفه في الأرض كويس، عشان الباك كان داخل يضربه كتف قانوني. الباك هو اللي طار وعدى إمام ولعب الكرة، وربنا كافئه لأن هو نجم المباراة بأمانة، نجم المباراة، ولازم ياخد مان اوف ذا ماتش. فطبعا لعب الكرة، حسن حظه خبطت في العارضة ورجعت للباك حطها في الجون. جون فعلا الأهلي يستاهله، لأن الأهلي تعب النهاردة واجتهد، ولكل مجتهد نصيب. الأهلي عمل اللي عليه وعمل مباراة قوية، وسيراميكا عملت اللي عليها، لكن الفرص الضائعة والاستحواذ والانتشار والخطورة واللي عنده رغبة في انه يفوز كان الاهلي. امام عاشور نجم المباراة في الشوط الاول والشوط الثاني وكله بصراحة. يعني النهاردة امام بتاع زمان اللي احنا عارفينه، اللي كنا بنقول وهو في الزمالك يا ريت الولد ده يكون معانا في الاهلي، والحمد لله ربنا حقق لنا الامال بتاعتنا. تحرك في كل جزء من الملعب، بيضيع اهداف، بيحاول يهدف،
بصراحة لاعب عصري جدا. اي كورة لازم امام عاشور يكون باصم عليها في تحركات هجومية ودفاعية. امام اشوفه بيدافع واشوفه بيهاجم واشوفه في نص الملعب، ودي لأول مرة بدأ يعني يستعيد لياقته امام، وبدأ خلاص ياخد على الفرقة، وبدأ يفهم التكتيك الداخلي بتاع الفرقة. وده اللي عمل لنا انجاز النهارده بصراحة، وربنا كافئه لانه فعلا تعب داخل المباراة، والراجل ادى اداء عالي وشغل عالي جدا وحاجة محترمة. طبعا الناس كلها قعدت تقول في بداية التشكيل 100%، الناس كلها كانت معترضة. ايه التشكيل ده؟ ايه الوضع ده؟ ده سيراميكا هيكون، ده سيراميكا هيعمل ده. لكن كولر كان عنده حق في تفكيره، والدليل اهو شناوي وقع وياسر وقع، ولو كانت في بعض اللعيبه زي كهربا لعب النهارده كان هيقع. محمد عبد المنعم نص ونص. فعلي معلول يعتبر وقع، هو طلعه عشان الانذار لكن كان خلاص انتهى. فالراجل كان عنده تكتيك وعنده رؤيه وعنده كذا. طيب كريم الدبيس ما لعبوش ليه مكان خالد عبد الفتاح؟ سؤال منطقي. خالد عبد الفتاح اسرع من كريم الدبيس. خالد عبد الفتاح خبرته اقوى من كريم الدبيس. في وقت زي اللي كان بيلعب فيه، اللي نزل فيه خالد عبد الفتاح، محتاج لاعب عنده خبرة، عنده سرعة، عنده تكتيك داخلي جوه الملعب، انه يقدر يخلص الكورة وبسرعة جدا. فلذلك ناس كتير هتقول لك كان نزل كريم الدبيس راجل اشول لخالد عبد الفتاح باك رايت، لكن هو ايضا كان عامل حساب ان خالد عبد الفتاح سريع، وانه الخطوره من ناحيه اليمين القندوسي عامل خطوره، فقال لك الوحيد اللي يقدر يوقفه في السرعه هو خالد عبد الفتاح. وكانت رؤيه منطقيه، ومحدش يقول لك خالد عبد الفتاح نزل عمل ايه. الاهلي في الشوط الاول 7 فرص محققه و10 محاولات على المرمى، 10 فرص و10 محاولات على المرمى و2 فرصه محققين، لكن ما جاش منهم حاجه. النادي الاهلي كان له الافضليه في كل شيء، دوافع الفوز والبطوله موجوده. لو في حد يخلص اهداف في الشوط الاول كان خلص هدفين واحنا مرتاحين، وده حقيقي. شفنا الفرصه اللي راحت من الاهلي، وشفنا الكور السهله اللي بتضيع من مهاجمينا. ما اعرفش يعني النهارده كريم فؤاد الكره راحت له مردوده والثلاث خشبات شارع وراح لعبها فوق، بس هو معصوم، الراجل مش مهاجم، الراجل مش مهاجم. كولر بيحاول يطور فيه ويخليه جناح، لكن ده لا يقلل من كريم او لا يقلل من خطه كولر النهارده اللي لعب بيها. خلي بالك النهارده لو طلعوا الشوط الثاني التعادل صدقني برضه كنت هقول نفس الكلام، لانه كولر فعلا اللعيبه اللي ريحت كانت لازم تريح. قفشه ما كانش هيدي زي امام عاشور. امام عاشور النهارده ابدع، امام عاشور النهارده لمع في خط النص، امام عاشور النهارده رقم 1 في الفرقه. لذلك كان كولر على حق لما عمل التشكيله ديت. انا بس بصراحه انه لو خلى بيرسي تاو راس حربه وخلى طاهر وينج كان احسن، يعني كريم في اليمين وطاهر في الشمال وبيرسي تاو راس حربه. انا بالنسبه لي رايي انه ده هيبقى افضل هجوميا، لكن طاهر هو راس حربه ما بيخلصش. شوف كم كره راحت لطاهر وما عملش فيها اي حاجه. فيعني لكن الشوط الاول كان رائع من الاهلي، كان استحوذ على كل حاجه فيه، الاستحواذ، الهجمات، الفرص، المحاولات على المرمى، اللياقه البدنيه، كل حاجه. وللاسف طلعنا 0-0. اصابه الشناوي في اخر 7 دقائق قلقتنا. نتمنى ان شاء الله ربنا تكون حاجه خفيفه ويطمنا عليه. الشناوي يعني نص الفرقه، الشناوي نص الفرقه لوحده، ومع ذلك نزل مصطفى شوبير. واللعيب الوحيد في لعيبه الاهلي مصطفى شوبير اللي بيكون عنده حضور وجاهز في اي وقت يلعب في الملعب، ما بيهبش الملعب لما ينزل مره واحده او واحد يقول له يلا سخن انزل، يعني مش بيرتبك. لعيب عنده حضور، دايما حاضر، دايما جاهز، دايما كذا. وجمهور الاهلي العظيم الرائع
اللي قاعد يسقف له ويحييه قبل ما ينزل، ده خلاه نزل مركز ونزل وحاطط في دماغه انه يعني يبقى في حاجه كويسه يعني، وادى كويس الحمد لله، والامور كانت كويسه. لكن انا في كوره لطاهر وتاو، الاثنين ادوم لبعضيهم، هاتوا خد وهاتوا خد، وطاهر يعني تاو لعبها له، يعني مفيش احسن من كده، مزع الشبكه بقى طاهر، مزعها. لكن للاسف الشديد طلعت بره الجول. يعني هجمه يعني غريبه جدا، غريبه. خلاص يعني انت الكره انفردت بيها طارق واديها لك تاو وصلح، انت بتشوط فين؟ مقبول قدامك. لكن برضو ما هنقول ايه، مش هو راس حرب، برضو طاهر مش راس حرب، ما نقدرش نقول غير كده. في الدقيقة 47 هجمة خطيرة لسيراميكا جدا، خطرة جدا، الحمد لله خبطت في العارضة وطلعت. إمام لاعب في يعني كورة بين إمام وبين لاعب سيراميكا، إمام شالها من على الأرض، شاله كده، الباك دخل في إمام وشاله. الحكم محمد عروف قاعد بيضحك عليه، أنا مش عارف فين إنذارك؟ الولد ضربه في رجله الثابتة وشال إمام طار، فين إنذارك؟ مش عارف. الدقيقة 50 تاو وكريم يقطع كورة، هو اللي عملها كريم، دخل قطع الكورة، ضغط على اللاعب ولعبها لتاو واتحرك وشاط، غير انها خبطت في المدافع وطلعت. يعني الكورة غيرت اتجاهها، لو مش غيرت اتجاهها كانت جون بنسبة يعني 95%. دي 55 كورة من السولية لإمام تتقطع تروح لكوكا يلعبها بهده لإمام بريحها له لكريم اللي بشوط برجله الشمال، لكن ما كانش عادل جسمه وطلعت برضه جنب العرض. طب هو بشوط يمين اصلا كريم، فكان المفروض يعدلها على يمينه وشوط، لا هو قال لك اخدها بسرعه مره واحده، بس ما كانش عادل جسمه، مش مخلي وشه كده على الجون، كان وشه كده جنب العرض. بدأ سيراميكا الشوط الثاني شويه كده، اللعيبه تعبت بتاعتنا، فبدأ يمسك كوره ويظهر في الملعب كويس، وبدأوا يلعبوا على الكونتر هاتاك وعملوا كام هجمه خطره علينا، لكن الحمد لله كان لاعبينا في الموعد. ضغط شويه علينا 10 دقايق كده حتى الدقيقه 67، وهددوا يعني المرمى مرتين خلال هذه الفتره. دقيقه 67 اوت الاهلي، يلعبها بسرعه تروح لكريم انفراد ويطلعها الحارس، ترد لطاهر هو والثلاث خشبات وشاطها بقوه، لكن فين؟ عند الجماهير. ما تركز، ركز يا عم طاهر، كنت ريحتنا وريحت الدنيا وكنت فتحت المباراه بدري. الدقيقه 84 كره لمودست اتقطعت، رجعت لامام عاشور، شاط مره واحده امام طلعت بره. الاهلي بيلعب عرضيات، طب لمين؟ يعني حسين الشحات نزل يرفع لي كام عرضيه، لمين؟ الحاج مودست نايم اصلا مريح، انت بتلعب لمين؟ يبقى انت مش عارف. ضربه كوع لمودست واضحه جدا، مودست الكرة دي في كاس العالم خد كارت احمر وطلع. فين الفار؟ مين اللي قاعد على الفار؟ طارق مجدي، ربنا ان شاء الله يشله، ما رضيش ينادي الحكم ولا يستدعيه ولا كأن اللاعب انضرب. ولسه شايفها من يومين في كاس العالم من مودست، لا هنا عامل ميت. فضل الاهلي ماسك كوره ويضغط لغايه لما وصلنا للدقيقه 94، وكان كرة ترد من كوكا او خالد عبد الفتاح وتروح لمودست، يروح مريحها لامام، ودي الحسنه الوحيده اللي عملها مودست في ساعه ما نزل. امام جري وجري وجري ورقص ورقص وكمل وجري وشاطه، والحمد لله ربنا كرمه لانه تعب النهارده واحرز هدف الاهلي والتقدم، هدف الصعود الى النهائي. المباراه كانت يعني
مقفله تقفيله صعبه جدا على الاهلي. وايمن الرمادي دارس لعيبه الاهلي كويس، اضف على ذلك ان هو مدرب فهمان، مدرب فاهم، مدرب عارف هو بيعمل ايه، فعرف يقفل على الاهلي كويس ويقطع منه الكوره بسرعه واللعيبه تضغط بتاعتهم بسرعه وبيشتغل على الكونتر اتاك. لكن كان الحمد لله لاعبينا الى حد ما فاهمين وصحيين للحته دي. لكن فضل الاهلي يضغط، فضل الاهلي يضغط لغايه لما وصل الدقيقه 94، رغم ان الوقت الضايع خلال الشوط الثاني بس مع التغييرات مع الاصابات اللي حصلت في الملعب ما 11 دقيقه انا حسيتهم بالظبط، والحكم ادى 6 دقائق. لكن ربنا كريم، جه الجون في الدقيقه 94 من كره امام اللي عدى بيها، امام الرائع، امام المكسب الكبير اللي دخل الاهلي السنه دي. امام لعيب خط وسط عالمي يا جماعه، عصري بمعنى الكلمه. ربنا يوفقه ويبعد عنه الاصابات ان شاء الله، ويكمل مع الاهلي باذن الله في جميع البطولات. الاهلي لعب، الاهلي يستحق الفوز، يستحق الفوز. الاهلي كان افضل من سيراميكا، رغم ان سيراميكا كان كويس، لكن كان الاهلي افضل منه. والحمد لله ربنا كافئ الاهلي، كافئ كولر، كافئ اللاعبين، وكسب المباراه. طيب الحكم محمد معروف، انت ايه؟ انت جنسك ايه؟ انت معجون من ايه؟ لما بتحكم اي مباراه بره بتكون مسطره، بتكون حكم، بتراعي ضميرك. ولما بتحكم للاهلي مباراه ضميرك بموت، بتسيبه في البيت، بتشل، ما تفهمش ايه اللي بيحصل. نبيل رجب مرتين بالكوع ضرب، مرتين بالكوع قدام عينيك وانت قريب ومسافه قريبه. ليه ما فيش كارت احمر؟ اللائحه بتقول كده والقانون بيقول كده. ليه ما فيش كارت احمر؟ يعني انت والانذارات من اول المباراه نسيها خالص، ولا ناس ان عندك انذارات في جيبك؟ ما افتكرتوش الا معالي معلول بس لما شد الولد. طب ما لقيت الاهلي اتشدد 3556 مره، ما فيش انذارات ليه؟ ما فيش، عامل ميت. اول ما علي معلول شد اللاعب ظهر الانذار الاصفر وطلع الانذار لعلي معلول. طيب الطرد بتاع محمد ابراهيم، ايه سوء الاعتراض ده؟ ايه الطريقه القبيحه اللي بيعترض بيها اللاعب ده؟ انت بتعترض على ايه؟ ده لا فيها لمسه ولا همسه ولا كلمه ولا اي حاجه. ده امام قاطع الملعب وماشي وماشي ومعدي 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 والباك بتاعه خبط ودخلت فيه. تعترض على ايه؟ اوفسايد على مين؟ لعيبه كلهم ظلم طحيه. انتوا بتلعبوا كوره واديتوا كوره كويس ومفيش مشكله، لكن ده نتيجه اعتراض محمد ابراهيم على الحكم، نتيجه تخاذل محمد معروف طول المباراه. فمن اعان ظالما ذل على يديه. فانت ده عاوز يظلم الاهلي محمد ابراهيم، فهو ذلك امام العالم وبهدلك وسبك وشتمك، وطلع ضرب الترابيزه بتاعت مراقب المباراه، شاطها وهو ماشي. عاوزين بقى نشوف اتحاد الكره هيعمل ايه، اتحاد علام مهلبيه وحازم ملوخيه، ونشوف لجنه الانحطاط هتعمل ايه. لو الاهلي ده وهو في الطياره العقوبه تنزل، خلينا نشوف هيعملوا ايه مع محمد ابراهيم. لو ده الزمالك اللي بقى النهارده مكان الاهلي والضرب اللي كانوا الاهلي النهارده ده، كان زمان الانذارات زو طالع على طول. لكن عشان الاهلي الزمالك ما بيلعبش، وده الاهلي يقول لك كسروهم فرموهم، ده اولاد كلب دول، ده لسه واخدين بطوله اول امبارح وعاوزين ياخدوا بطوله كمان. افرم. الضمير بيموت، مخافه الله مش موجوده. ناس حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، ربنا ينتقم منهم. مبروك للطموح فيوتشر، مبروك للطموح. فيوتشر هو اللي عنده طموح، اما الطموح الحقيقي فيوتشر طلعه فوق السطوح. فيوتشر طلع بيراميدز مرجحه فوق السطوح.
بيراميدز ينكس رؤوس جماهيره في الامارات. جماهيره كان في 22 واحد موجودين هناك قاعدين بيشجعوا في بيراميدز. الظاهر اعضاء البعثه اللي مسافرين معاهم، قرايبهم، قراب اللعيبه، الله اعلم. هم 22 لاعب. كان رمضان صبحي عازمهم امبارح بالليل وقال لهم عاوزين بكره نشجع ونكسر الاستاد، ويقولوا النهارده وكسروا الاستاد النهارده. ايه يا عم رمضان، اخبار التويته بتاعتك ايه؟ وصلت للجماهير والجماهير راحت لك النهارده ولا عملت ايه؟ انت بتطالب جماهيرك تحتل المدرجات، وانت اصلا عندك جمهور في مصر لما هو عندك جمهور في الامارات. يعني انت بتخترع مثلا يا رمضان؟ يا روميو اخبارك ايه؟ فين يا عم طموحك؟ فين الطموحات؟ ده انتوا رايحين الدوره ديت مخصوص او البطوله دي مخصوص عشان الاهلي، تقوم تمشي كده وتسيب الاهلي يا رمضان؟ يعني مش تلعبوا قدام الاهلي وتظبطوا الدنيا؟ يلا يا عم الطموح، فيوتشر طلعك على السطوح. عامر العمايرة على صفحته في تويتر جاب ايميل الفيفا ومصوره وحطه، اللي عاوز يخش يشوف. قال لك حتى الان لم يتم تحديد موعد جلسة استئناف كهرباء ضد قرار اللجنة التأديبية للفيفا، والقضية مستمرة. شوية حلوين كده. ايه رأيكم؟ كهرباء بيلعب ومش بيدفع فلوس، والمحامي بتاع كهرباء هيدن مطوح كده في الدنيا لغاية ما كهرباء يعدي كمان سنتين يوصل لسن الاعتزال، وب يعتذر كهرباء، والزمالك بقى يدور على الفلوس بتاعته يبقى ياخدها لما ايه كهرباء يلعب ان شاء الله. مبروك للاهلي الصعود للنهائي، وكده يعني معنا في البطولة خلاص. فشد حيلكم يا اهلاويه، لعيبه الاهلي الرجاله الابطال العظماء، افضل جيل مر على تاريخ الاهلي. هذا الجيل جيل محمد الشناوي، ناس عملت كل شيء. برونزيه العالم 3 مرات، وخدوا بطوله افريقيا 4 مرات، 3 مرات في 4 سنين، والدوري كسبوه، كاس مصر، كاس سوبر، عملوا اللي عليهم وزياده. الى هنا نكون انتهينا الى هذا الفيديو، على امل ان نلقاكم. ارجوك تعمل قناه، شير القناه، اعمل لايك عشان الفيديو ينتشر ونقدر ندافع عن نادينا الحبيب. دمتم وفي امان الله.